السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيداتي ونساتي، مرحبا بكم في استوديوهات قناة فرنسا الجيري بباريس. أحييكم وأشد على يديكم برنامجكم الجديد الدوسي نون كلاسي، الذي سيطرح اليوم نقاش حول قضية سالت كثير من الحبر، قضية قفز عليها الكثير من المنابر المخابراتية العالمية وكذلك من السياسيين بفرنسا وكذلك في كل مكان. قضية الرهبان تبحرين. من منا لا يعرف هذه القضية التي استغلتها وسائل إعلام فرنسية واتهمت الجهات الأمنية وكذلك المؤسسات الأمنية في الجزائر بأنها هي المسؤولة على اغتيال رهبان تبحرين، إذ هناك شهادات استعملتها المعارضة في الخارج، إذ وصل الأمر بهم لاستغلال الكثير من الشباب وكثيرا من الشهادات الزائفة. اليوم حصريا على قناتنا شهادة لشاهد الزور الذي كما سمته الصحف الجزائرية مراد بوعكاز، هو اليوم ضيفنا. اليوم سيسرد عليكم كيف كان مشواره مع هذه المعارضة التي استغلته وقام بشهادته وأدلى بها للقضاء الفرنسي، إذ اتهم بصريح العبارة أن المخابرات الجزائرية هي وراء اغتيال رهبان تبحرين. إذن مرحبا بكم وأرحب بضيوفي الكرام مباشرة السيد مراد بوعكاز. مرحبا بك أستاذ مراد. شكرا على الاستضافة، مرحبا بكم، السلام عليكم. وكذلك أرحب بالمحامي والخبير الأمني وكذلك المستشار القانوني الدولي المحامي إيلي حاتم. مرحبا بك أستاذ حاتم. مرحبا بكم وشكرا على استضافتني عندكم. قبل أن نتطرق للحوار والنقاش مع مراد بوعكاز، أترككم تشاهدون هذا الروبورتاج الذي أدلت به شهادته على كثير من المنابر الإعلامية الفرنسية التي استغلت شهادته لتهويل الشارع الفرنسي والعالمي. شاهدوا معنا وسنرجع بعد قليل لنناقش الموضوع. قبل أن نتطرق للحوار والنقاش مع مراد بوعكاز، أترككم تشاهدون هذا الروبورتاج الذي أدلت به شهادته على كثير من المنابر الإعلامية الفرنسية التي استغلت شهادته لتهويل الشارع الفرنسي والعالمي. شاهدوا معنا وسنرجع بعد قليل لنناقش الموضوع. En Savoie, un témoin peut-être clé de l'assassinat des moines de Tibérine va-t-il bientôt être expulsé de France? C'est la question qui se pose pour Mourad, un homme qui se présente comme un ancien espion algérien et qui met directement en cause l'armée de son pays dans le mystérieux assassinat en 1996 de moines. Leur histoire à ces moines a même été depuis portée sur le grand écran. Quoi qu'il en soit, Mourad a vu mercredi dernier sa demande d'asile rejetée alors qu'un retour en Algérie pour lui équivaut à la peine de mort. Renaud Gardette et Jordan Guéant l'ont rencontré pour nous. Il vit dans un tout petit studio quelque part en Savoie avec sa femme et ses 3 enfants. Mourad se présente comme un ancien espion des services de renseignement algériens. En 2006, il se laisse pousser la barbe pour infiltrer un réseau islamiste. 4 ans plus tard, il veut quitter les services secrets. C'est là que son supérieur, Rostom, lui aurait dit une phrase très significative. Quelques mots qui désignent un colonel, Djebar Mhenna, comme responsable du meurtre des 7 moines de Tibérine. J'ai entendu que le colonel Rostom, il m'a dit « Si tu nous trahis, on va te faire comme il a fait Djebar Mhenna aux moines français ». Ce mot-là, je ne sais pas si Djebar Mhenna, il les a tués directement lui-même, si les moines, ils étaient kidnappés par une milice de Djebar Mhenna. De toute façon, Djebar Mhenna, il est sur cette affaire. Colonel Rostom, il m'a dit si vous nous trahissez,
attention si vous nous trahissez. Si vous nous trahissez, on va vous faire comme il a fait Djabbar Mhanna au moine français. Qu'est-ce que ça voulait dire ce qu'a dit le colonel Rostom sur les moines? J'ai pas compris. En fait, ce qu'il m'a dit, moi aussi, j'ai pas compris dans ce moment. Quand je suis venu en France, j'ai compris. J'ai compris que ce qu'il m'a dit, c'est Djabbar Mhanna qui a exécuté les 7 moines français. Vous pensez que c'est ça qu'il voulait dire? Oui. أيها المشاهدين مشاهدينا أينما كنتم وأينما جئتم أحييكم. بعدما رأيتم هذا الريبورتاج نرجع إلى المعني بالأمر مراد بوعكاز. بكل صراحة مراد بوعكاز، المشاهد الآن يراك وكل كلمة تقولها هي تحسب لك أو عليك. لهذا سأطرح عليك أسئلة لتنوير عقول المشاهد لكي يستطيع أن لا يظلمك في الحكم، لأنها تهمة كبيرة جدا. أنت اتهمت المؤسسات الأمنية لوطنك الجزائر، ثم عزفت عن هذه الشهادة. تقول تصريحاتك أنك يعني هناك جهات في المعارضة، ليس كلها لكي لا نتهم كل المعارضة، لأن هناك الشريف، هناك نحن هنا، أنا كصحفي هنا سأكون محايد حتى ولو كانت أفكاري تذهب ضد أي آراء، لكن مهنتي الصحفية يعني توجب علي أن أكون محايدا وأطرح عليك الأسئلة، والحكم الوحيد يعود إلى المشاهد الجزائري والمشاهد الفرنسي كذلك، لأن هذه الحصة ستكون مترجمة إلى الفرنسية. أستاذ مراد، كيف بداية حكايتك لما أتيت للجزائر؟ كما يعني ما هي السنة؟ يعني تفضل احكي كيف جيت لهنا يعني لفرنسا، وكيف التقيت بهذه يعني الأشخاص التي اتهمتها أنها تلاعبت بك واستغلت ضعفك واستغلت مرضك لتقديم شهادات ضد المؤسسات الأمنية الجزائرية. أولا وقبل كل شيء يعني شكرا على استضافتكم. يعني أنا خرجت من الجزائر يعني مثل كل الشباب اللي يخرج من الجزائر يعني باش يوفر يعني مستقبل يعني باش يوفر مستقبل. لكن كي وصلت هنا لفرنسا تعرفت بهذا بالمعارضة، يعني منهم كريم مولاي وجماعة العربي زيطوط وأحمد شوشان. تعرفت عليهم يعني وقالوا لي بأنك يعني بما أنك تسكن في منطقة عسكرية يعني عيون الترك، يعني ما هي يعني فيها الميليتار ياسر، تعرف قيادات في الجيش راح يعني تشهد. كريم مولاي قال لي تشهد معايا في هذه القضية تاع تبحيرين. أول شيء يعني اللي قام به هو تقديمي للصحافة المغربية. هذا من هو اللي قدمك الصحافة المغربية؟ كريم مولاي قدمني للصحافة المغربية، منهم جريدة الوطن الآن، ومنهم أنفاس بريس وأفريكا دوت. نعم. هؤلاء الصحفيين يعني لكي يعرف المشاهد، كريم مولاي هو لاجئ سياسي في إنجلترا معروف. هناك الكثير يخلط في أمور كريم مولاي، هناك من يقول أنه كان بالمخابرات، يعني كان يعني فرد من أفراد المخابرات في الجزائرية، لكن هذا غير صحيح. كريم مولاي كان مساعد أو معين لضابط مخابرات في الجزائر، يعني يستعمله، يعني كان معين لهذا أنا كريم مولاي يعني لكي توضيح الصورة للمشاهد، لأن هناك الكثير يعتقد أن كريم مولاي يعني كما يقدمونه على منابر إعلامية أنه أستاذ الكريم أنه يعني كان في تابع للمخابرات الجزائرية وكان يعني فرد من أفراد المخابرات الجزائرية، وهذا غير صحيح. يعني هو كان صديق لضابط فقط لكي المشاهد يكون على علم. السي عارف اسمعني مليح، كريم مولاي كان مخبر، كان سيفيل مخبر يجيب الأخبار للناس يعني من الجامعة، كان في جامعة باب الزوار، كان يجيب الأخبار ولم يدخل أي ثكنة، عمره ما كان دخل ثكنة وعمره ما كان ضابط كما راهم يقولوا الناس وكما راهو هو. يعني شكون اللي نفخوا له في البوق تاعو؟ هي الصحافة المغربية لما تكتب عليه تكتب ان اوفيسي الضابط كريم مولاي، هو عمره ما يعرفش يعني. حتى كنت تسألوا كيف التقيت به؟ كيف التقيت بكريم مولاي؟ كريم مولاي تعرفت عليه في سكايب، اعطاني قداش المرة يعني رونديفو، اعطاني دي رونديفو في اسبانيا في اماكن يعني في اوروبا، وانا عمري ما تلاقيت به يعني صراحه. تعرفت عليه في سكايب وكانت يعني معرفه يعني تاع هكا، ومن بعد يعني ولينا كل مره نتكلموا مع بعضنا. حتى يعني جاء اليوم وقلت له راني بلا اوراق، قال لي انا عندي الحل تاعك هو يعني انك تشهد في قضيه مقتل رهبان تبحيرين، واعطاني الاسم هذا تاع جبار مهنا.
يعني انا نسجت اسماوات تاع ناس نعرفهم ودخلت جبار مهنا وهل تعرف انت جبار ما مهنا؟ عمري ما شفته وانا في قضيه تبحيرين، كان في عمري 16 سنه يعني. ما لهذا القضاء الفرنسي لم ياخذ يعني بعين اعتباره، لم ياخذوا بعين الاعتبار يعني شهادتي في هذه القضيه، حتى طلب اللجوء كان مرفوض يعني من السلطات الفرنسيه من اول يوم. لكن راينا انه الاعلام الفرنسي مثل كانال بلوس، مثل فرونس 3، يعني كثير من المنابر الاعلاميه يعني استضافتك وقدمت شهاداتك، وكان تاثير كبير على يعني المجتمع الاوروبي والمجتمع الفرنسي خاصه والاعلامي، وكان يعني هذه شهادات حقيقيه. هذا يعني المعارضه استغلت يعني كنت بلا اوراق، استغلت هذا الوضع المادي والوضع المعنوي والوضع المرضي، لاني اعاني يعني من مرض. هل تلقيت مال من هذا نعم تلقيت مال. كان عندهم انترميديير تاعهم في ليون، هو اللي يعني ما كان خصني والو، كانوا يبعثوا لي الموندا صور تجيني، ما خصني حتى شيء. من كان يرسل لك؟ من يعني يقول لك ان يرسلك الدراهم؟ ما يحبوش يقول لك، يقول لك كاين امانه روح هزها من ليون خلاص. من يقول لك؟ كريم مولاي، العربي زيتون؟ كان كريم مولاي والعربي زيتوت، وحتى جماعه احمد شوشان يعني من هولندا كانوا يبعثوا يعني الاموال. يعني الهدف تاعهم يعني وش كانوا يقولوا لي كذلك، كانوا يقولوا لي راح يكون هناك ربيع عربي في الجزائر. نعم. وواحد المره كريم مولاي دار لي اتصال مع واحد المغاربه الذين طلبوا يعني مني انا باش نتصل مع المعارضه في الخارج، باش نديروا حكومه موازيه في الخارج، وتكون يعني ضد النظام في الجزائر، وتكون يعني بدعم من المغرب هذه الحكومه الموازيه. نعم. يعني تقصد المخزن لكي لا نخلط بين المغرب، لأن المغرب دولة شقيقة يعني من المخابرات يعني. نعم، المخزن المغربي طلبوا مني أنا باش ندخل للمغرب، وداروا لي يعني حتى يعني قالوا لي ندوك حتى عند الملك ونمدوا لك حتى الجنسية المغربية. من هذا كريم مولاي أو الأشخاص الذي وضع كم؟ الأشخاص الذين دار لي معهم اتصال، يعني الناس هما في وجه صحفيين لكن هما مخابرات ما هم صحفيين. نعم. وهل احسست بانك يعني في حالة انا كنت كالدميه في يديهم، يلعبوا بيا كما يحبوا، كنت بلا اوراق، كنت يعني حالتي مشتة، نسكن في 12 متر كاري، ياك تعرف الحاله يعني. وهل هذا يعني يدعوك الى يعني المساس بامن وطنك وببيع بلادك اذا صح التعبير؟ نقولها بصراحة لكي المشاهد. نعم. لأني أنا أطرح عليك الأسئلة وأقول لك ما يريد المشاهد طرحه عليك. صراحة يعني في هذاك الوقت يعني كنت يعني في حالة ضعف، يعني كنت قادر ندير أي شيء، لكن ما جتنيش في بالي أنها تعد من خيانة الوطن. قلت أنا ندير كما داروا المعارضة وراهم عايشين في الخارج. لكن بعد الوقت مع مرور الوقت عرفت باللي يعني الشيء اللي تكلمته يعني كان كذب، وكان يعني يمس بالسيادة الوطنية. نعم، لأن الشارع الفرنسي كان يعتقد في هذه الشهادات، واتهم يعني كثير حتى من المنابر الإعلامية اتهمت المؤسسات الجزائرية. نعم. رغم أن عدم الأدلة استغلت كثير من الشهادات الزائفة مثل شهادتك الأستاذ مراد، وأنت اعترفت بهذا. نعم. هذه الشهادة يعني الزائفة يعني استغلت من كثير من المنابر الإعلامية، ونحن نعرف بأن الإعلام مؤثر جدا على العقول. هل كنت الوحيد أم هناك كثير من الشباب مثلك من الجزائر الذين أتوا يريدون أن يستغلونهم في هذا؟ هم طلبوا مني باش أشهد هذه الشهادة، وطلبوا مني كذلك أن أشهد في مقتل 7 إيطاليين في جيجل في ميناء جنجن، وهذه لافير ما نعرفهاش أنا خلاص. بحبوا يحصلوها في أن المخابرات هي اللي قتلت 7 إيطاليين في ميناء جنجن باش يزيدوا ينوضوا. في رأيك أنت هذه الأشخاص التي ذكرتها، كريم مولاي والعربي زيتوت وكذلك بعض الضباط الأحرار كما سميتهم، هل هناك من خلف الستار يسيرهم؟ نعم هناك، لأن كريم مولاي كل مرة يقول لي أنا في اتصال مع المخابرات الفرنسية. نعم. والمخابرات البريطانية. نعم. يعني حتى وصلت طلب مني أني يعني لما تحصل على الأوراق أني نروح
نقعد بحذاه في ليزيكوس وراه ساكن هو في انجلترا. قال لي باش تكون معارضه يعني متينه وتكون ما على باليش واش. المهم انا ما مشيتش، ويعني الهدف تاعهم انه يكون ربيع عربي في الجزائر. هذا هو الهدف اللي يعني تاع المعارضه في الخارج، انه يكون ربيع عربي واي انسان ما كانش يقدر يهبط يعني كي يكون. هل اتصل بك يعني نعرف كثير من المعارضين لكي نذكر اسماء لانهم معروفين بنزاهتهم، لان ليس كل معارض هو خائن. نعم. لكي يعرف المشاهد لان هناك معارضين يريدون يعني انتقادات بناءه، ويعني هذا ليس دخلنا نحن صحفيين وكإعلاميين فقط لننقل الصورة الحقيقية لهذه القضية التي أسالت كثيرا من الحبر في كل المنابر الإعلامية، وكذلك كان لها دور كبير لاستغلال هذه الورقة للضغط على السلطات الجزائرية في كثير من الملفات، سواء كانت الحقوقية والإنسانية وكذلك في أمور أخرى. يعني لهذا يجب أن نطرح الأسئلة وتجيب علينا بكل صراحة. نعم. بكل صراحة. يعني كريم مولاي أو العربي زيطوط، أنت اتهمتهم أنهم هم من كانوا يستعملونك كدمية لشهادة ضد الجزائر. في رأيك ماذا وراء كل هذا؟ هل هو حقد؟ هل هي كما قلت قبل قليل هي مخابرات أجنبية تستعملهم؟ هل هم الآن تعتبرهم أنت جزائريين يريدون أن يعني يعارضون هذا النظام الجزائري لكي يعني يكون ربيع عربي من أجل خير الجزائر أو من أجل شر الجزائر؟ هل أنت تعتبرهم أعداء للجزائر؟ ما هو رأيك حضرتك؟ أنا أولا يعني أول ما تعرفت عليهم كنت دايرهم كما المعارضة يعني في الداخل في الجزائر، ويعني الناس عندهم موقف أنه يحاولوا يغيروا النظام بطريقة سلمية، لكن الهدف تاعهم يعني باين، يعني يحاولوا يديروا ربيع عربي يعني بالمليح ولا بالقبيح. وكان الهدف يعني من حتى وصل لي يعني حتى كريم مولاي طلب مني اني يعني في الصفحه تاعي تاع فيسبوك اني اخصصها لمدينه تبسه، لاني اصلي من تبسه يعني تبسه حدا تونس وحدا ليبيا، وصلوا حتى يبعثوا دي كاميرا في ستيلوات للناس في تبسه باش يصوروا، ودي كاميرا وصل حتى العربي زيطوط يبعث يعني هواتف ثوريه للجزائر لبعض المعارضين باش يعني نوضوا بلبله في الجزائر، تدعيم من يعني مخابرات اجنبيه، اجهزه اجنبيه. هناك يعني سؤال، كيف حتى يعني اول مره كنت شهدت وظهرت على المنابر كما راينا في الريبورتاج قبل قليل على كثير من القنوات، قلت انها استدعتك قناه من لندن على ما اظن. نعم، القناه هذه اسمها تكلم معايا نور الدين بن شنوف تاع المغاربيه. نعم. وقال لي باش يعني نديروا معك انترفيو، وانا كنت ما عنديش اوراق يعني باش نمشي لانجلترا، ما كانش كنت بلا اوراق يعني ما مشيتش. وهل يعلم نور الدين بن شنوف بانك يعني شهادتك شهاده زور او لا يعلم، يعني لكي نكون واضحين في الصوره؟ لا يعلم، لا، لان هناك خلافات بين المغاربيه وكريم مولاي، ما يتفاهموش. كريم مولاي ما يتفاهمش مع قناه المغاربيه، لكنهم كلهم يصبون في نفس يعني معارضه تريد خراب الجزائر. هذا هو الهدف. هذا اتهام خطير، يعني يبقى هذا رايك استاذ مراد. لكن راينا بعد فتره وجيزه يعني منذ 4 أشهر 5 أشهر تحول كامل من شاهد على يعني حادثة وملف تبحيرين وربان تبحيرين إلى تكذيب الشهادة وفضح يعني من استعملك، وكذلك اتهامهم بأنهم كانوا يستعملونك ويمولونك بالمال لشهادة مزورة ضد المؤسسات الجزائرية. مولوني بالمال وقالوا لي لما يكون ربيع عربي سيكون لك منصب يعني منصب سامي في منصب الجزائر. سامي في الجزائر لما يكون ربيع عربي. بعدها يعني حتى كريم مولاي منصب نفسه باش يولي وزير اول في الجزائر. اوهام. نعم.
كيفاش تراجعت انا على هذا الشهاده؟ والله يا سي عارف، يعني صراحه ساعدوني هناك كما قلت معارضه نزيهه، اذكر من بينهم السيد بن زديره. سعيد بن زديره هو ايضا لكي يعرف يعني المشاهد يعني الاعلامي بن زديره بلندن، هو بلندن. يعني اتصلت به وقلت له، قال لي ما كانش مشكل، يعني دوك يعني درت فيديو، وهذاك الفيديو يعني كان في قناه النهار. وهناك يعني كذلك السيد علي الزاوي، يعني ما نسوش خيره، والسيد عارف مشاكره، يعني كان معي منذ بدايه توبتي في هذا. هي ما نقوم به دائما يعني يصب في الحقيقه. نحن نطلب منك ان تكون يعني موضوعي ولا يعني تشهد شهاده الزور. ويعني لما ساعدناك يعني ساعدتك يعني بعمل اخر، لانني اعمل يعني جمعيات خيريه لمساعده يعني الظالمين. يعني هذه الشهاده الاخيره التي شاهدتها انك تعزف، ماذا تنتظر من السلطات الجزائريه؟ ماذا تنتظر خاصه من الشارع الجزائري الذي يعني خاصة المؤسسات الأمنية الجزائرية التي شاهدت يعني قدمت شهادات زور كما نقولها ضدها، وصلت يعني توسيخ سمعة المؤسسات الجزائرية. هذا ليس بالسهل لكي نكون واضحين في الصورة، لأنه كلام مثل هذا أنت تتهم مؤسسة يعني تاع دولة يعني معروفة أنها يعني مؤسستها يعني تقوم باغتيال أشخاص. نعم. هذه شهادات يعني خطيرة جدا. نعم. أنا يعني ارتكبت ذنبا ضد وطني العزيز وهو الجزائر، وكل الناس خطاؤون وخير الخطاؤون توابون. وأنا الآن سوف يعني الغلطة تاعي راح يعني نبني صفحة جديدة مع بلادي. لقد قمت برفع دعوة قضائية ضد كريم مولاي والعربي زيطوط وشوشان إلى وكيل الجمهورية هنا في فرنسا. نعم. وبعثت رسالة كذلك للماجسترا، يعني لحاكم قضية رهبان تبحيرين، أني يعني كل شهادة كانت شهادة زور. بما يعني ما ننسوش يعني كذلك اني اعاني من يعني من باثولوجي بسيكوتيك، يعني مرض يعني انفصام في الشخصيه، لا سكيزوفريني. يعني هما استغلوا المرض هذا يعني في يعني استغلوني في شهادتي. ولحد الان يعني كريم مولاي راهو يقول لي راح يعني بالمناسبه يعني نترحموا على السيد محمد تمالت اللي توفى رحمه الله. قال لي يعني راح تهبط الجزائر ويكون مصيرك مثل مصير تمالت. يقوم بتخويفك لكي لا تتراجع يعني سياسة يقوم بتخويفي لكي لا أتراجع، ولكي يعني ترفع ضده قضية يعني. نعم، لكي لا أرفع ضده قضية. يعني أنا واش نطلب من السلطات الجزائرية أن تقوم لي بتحاليل عند يعني كي نهبط الجزائر، تقوم لي بتحاليل عند دي بسيكياتر، يعني يكون بسيكياتر يعني محلفين يعني من العدالة، ويقوموا يعني بالتشخيص مرضي. إلى لقوني مريض هم لقوني مريض، ما لقونيش مريض، أقبل يعني أن أسجن يعني بارابور أو تيمونياج اللي شهدت يعني شهادة هذه شهادة زور ضد وطني. الآن نرجع إلى أستاذنا المحترم. سمعت هذه الشهادة القاتلة القوية من هذا الشاب الجزائري الذي حسب تصريحاته أنه استعمل ليشهد شهادة زور أمام يعني سلطة قضائية هنا في فرنسا، أمام جيج تريفيديك كما نعرفه، هو المسؤول على يعني الملف الخاص به يعني رهبان تبحيرين. ما هي يعني وصفه يعني حالته يعني امام القانون الفرنسي او القانون الجزائري؟ اولا نتطرق الى القانون الفرنسي. هل شهادته هذه لما كان في عمر السادسة من يعني 10 سنة لما كانت هذه القضية وهو ليس له لا من بعيد ولا من قريب في هذه القضية، ما يعني مع أنه القضية لم تغلق بعد، يعني ما زالت في يعني في التحقيق بالطبع. أولا يجب أن نعلم أن القانون الجزائري يتطابق جدا مع القانون الفرنسي، لأنه القانون الفرنسي يؤثر على قوانين عديدة في العالم، ومنها أيضا الدول التي كانت تحت الانتداب الفرنسي. ثانيا، ما هذه الشهادة من الناحية القانونية؟ لكي نقوم
بشهادة لها القوة القانونية والعمل بها واستعمالها، يجب على الشخص أن يكون له قوة التقدير. ما هي قوة التقدير؟ أي يجب أن تكون صحته العقلية سالمة تسمح له بالتفكير والتركيز، وأن يشدد على ما يقوله ويثبت بذلك بكل طاقاته العقلية بأنه يستطيع أن يجزم على ما يقوله. ولكن حسب ما استمعت إليه، ولذلك أخذت هذه الشهادة، هي شهادة طبية من طبيب في فرنسا يثبت أن السيد مراد بوعكاز عندك مشكلة انفصال في الشخصية، مشكلة انفصال في الشخصية في الوقت الذي قدم به هذه الشهادة، تمحي أي تقوم أي كل القوة القانونية لهذه الشهادة التي ليس لها عبرة من الناحية القانونية أمام القضاء أو الفرنسي أو القضاء الجزائري. السيد مراد بوعكاز هو كان مستضعف، وكان في هذه الحالة الصحية عندما قام في هذه الشهادة استعمل من بعض الأشخاص الذين كانوا ربما يعلمون حالته الصحية، وقام بهذه الشهادة ربما تحت الضغط أيضا. ولكن هناك فقرتين: أولا الناحية الصحية، وثانيا الضغط أو التلاعب بحالة السيد بوعكاز عندما قام بهذه الشهادة. ولهذين السببين الشهادة التي قام بها السيد بوعكاز ليس لها من معنى قانوني. حسب القانون الفرنسي أيضا والقانون الجزائري، نسبة إلى أن السيد بوعكاز عندما قام بهذه الشهادة كانت لديه مشاكل صحية عقلية، فهو لا يجازى من القانون أو الفرنسي وحتى القانون الجزائري، يعني لا يعاقب ولا تطبق عليه العقوبات أو الملاحقات القضائية أو غيرها. هناك نقطة ثانية أريد أيضا أن أشدد عليها. حتى اليوم ما يقول به ويقوم به السيد بوعكاز ليس له من القوة وليس له من الأهمية، لأنه شخص يعاني من هذا انفصال الشخصية. أخيرا سألتني إذا كان أحدا في العمر 16 من العمر يستطيع أن يقوم بشهادة عندما كان في 16 من العمر. بالطبع مع العلم أنه لا كان لا يعرف الشخصيات التي ذكرها في شهادته بأنه كان يعرفهم ويعرف يعني واتهمهم بعمليات يعني إجرامية، يعني شخصيات معروفة كجبار مهنا هو قال أنه لا يعرفه تماما، والسيد كريم ولاي هو من أرغمه وأعطاه الأسماء لذكرها، يعني مل عليه الشهادة بكاملها. أولا نحن نعلم أن عندما نكون لدينا 15 أو 16 عاما نستطيع أن نعرف بعض ونحدد بعض القضايا وبعض الأفكار أو بعض السوفينير، بعض الذاكرة. ولكن السيد مراد بوعكاز وكان يعاني من مرض انفصال الشخصية، فكيف تريد أن تسأل أحد لديه مرض عقلي هو انفصال في هذه الشخصية، هو لن يسمح له بالتأكد بما يقوله، وهو تحت تأثر وتأثير الأشخاص التي كانت تتلاعب به للإيصال إلى ما يريدونه أمام القضاء الفرنسي الذي يحقق في هذه القضية. ونحن نعلم أن هذه القضية معقدة جدا نعم. لأن وراء هذه القضية تلاعب المخابرات ووسائل المخابرات الدولية، ليس فقط الفرنسية نعم. ولكن هناك البريطانية وهناك أيضا الأمريكية، وربما أيضا هناك الموساد الإسرائيلي نعم. الذين يريدون إقامة البلبلة والزعر واستعمال هذه توسيخ القضية صورة المؤسسات الجزائرية وإقامة نوع من الزعر ونوع من حالة الحرب النفسية والتأثير
على الرأي العام. لأنه أستاذ أقاطعك، سامحني أقاطعك، أنه لما قدم شهاداته كانت ضجة كبيرة خاصة على قناة فرونس 3 وقناة كانال بلوس. كان يعني هذا كان الهدف هو التلاعب بالرأي العام واستعمال هذه الشهادة لإقامة بلبلة وزلزال أمام الرأي العام. رغم استسمحك، لأنه أستاذ مراد بوعكاز، هي أثناء محاورتك من صحفي كانال بلوس قلت أنه كان يملي عليك ما تقول ويضغط عليك لكي تقول يعني كلام لست حتى أنت لا تعرفه. هل أستاذ يعني لكي يسمع المشاهد كيف كانت يعني حواراتك مع سواء كانت مع القنوات التي رأيناها في الريبورتاج؟ يعني قبل كل حوار كان يتصل بي مولاي، كان يقول لي راهم جايين عندك الصحافة اليوم ولا غدوة، ولا كان يعني ويقول لي هاوش تقول يعني كانت يعني والصحافة يعني السؤال تاعهم يعني كان من قتل الرهبان. نعم. يعني ما يحوسش يعني عليك واش انت شكون ولا من انت. يعني انا كون زادوا حقوا معايا مليح وتكلموا معايا مليح نقول لهم الحقيقة. لا كنت يعني كان ضغط كبير. نعم. ضغط، استغلوا ظروفي المعيشية، ظروفي الإنسانية، ظروفي المرضية، وطلبوا مني يعني أمور يعني حتى يعني في هذه قضية تبحيرين. يعني أنا ما كنت في الجزائر ما نعرفهاش خلاص القضية هذه، كنت عايش في الجزائر ما نعرفش القضية هذه خلاص. أنت قلت أن هناك صحفيين في قناة فرونس 3 أنهم كانوا يعرفون أن شهادتك شهادة زور. نعم. لكن يعني بعض الصحفيين، ليس كلهم، هناك صحفيين يعني كيف يعني هل ممكن يعني تحكيها للمشاهد لكي يعني صحفي اللي يسمعني تاع فرونس 3 كي كملنا الانترفيو قال لي فوتخو تيمونياج لي نول، قالها لي كما هكا. لكن احنا ما رايناه على لكن هناك ضغط. هو الشيف تاعه هو اللي بعثه عندي. ليس له اي قيمه. فلذلك انا لو سمحت اريد ان اصحح نقطه. هذه ليست شهادة زور. لكي تصبح شهادة زور يجب على مراد أن تكون له المعطيات العقلية. ولكن في هذا الوقت لكن إعلاميا نحن نتكلم، إعلاميا يعني المشاهد هو لا يعرف، لا حسب المشاهد نحن نتكلم يعني قانونيا من الطريقة القانونية. يعني أنا موافق معك 100%. لكن لما نرى على إعلام الهول الذي كان على القنوات وكذلك الشارع أنه أجزم أن لا أحد كان يعلم أن ما يعاني به، وخاصة هذا المرض الخاص أي انفصال الشخصية. وربما كنت لو كان هناك خبير الآن طبي كان يقول لنا أن انفصال الشخصية من الصعب تحديد هذا المرض إلا بخبراء مختصين بهذا المرض، لأنك لا ترى الفرق بين الشخص الذي يتكلم معك فهذه الأشخاص أكثر الأوقات هم في فائق الذكاء، فنقع تحت طاقة هذه الصورة. ولكن بعد يومين أو ثلاثة تراهم يقولون ويتصرفون التصرف المخالف جدا على الذي كانوا يقولون به ويقومون به منذ يومين أو أكثر. أستاذ، هو الآن قدم كما أرانا الوثائق قبل قليل أنه رفع قضية ضد من استعمله ومن استغله لهذه الشهادة، وقال أنه كان في دمية. وهو أيضا هل هذه يعني هل لما يرفع قضية ضد كريم مولاي والعربي زيطوط يعني من الناحية القانونية هل تقبل بأنه خاصة مع أنهم مولوه بالأموال وأنهم استغلوا ضعفه؟ ما هي أنا؟ بالطبع، لأن هذه الدعوة التي قام بها هي موجهة إلى المدعي العام الفرنسي، ونحن نعلم أن هذه القضية تستعملها السلطات الفرنسية، أي أن الادعاء المدعي العام والمجتمع الذي هو يدافع عن المجتمع الفرنسي حتى ولو أسقط المدعي الدعوة، فعلى الادعاء أي المدعي العام أن يلاحق الأشخاص الذين يرتكبون يعني استغلوا ضعف واستغلال ضعفه مرضه وإقامة هذه القضية لإقامة بلبلة في القضاء وتعطيل عمل قاضي التحقيق في هذه القضية وأعطائه صورة غير
صحيحة بالنسبة لما يجب أن يقوم عليه من البحث والتحقيق في هذا الملف. فلذلك على المدعي العام في فرنسا في محكمة باريس أن يلاحق الأشخاص الذين قاموا بهذه الإجراءات، أي استعمال مراد واستعمال شهادة السيد بوعكاز لتضليل القضاء الفرنسي وقاضي التحقيق وكذلك تشويه صورة المؤسسات. هل المؤسسة العسكرية الجزائرية كذلك لا تستطيع أن ترفع القانون الفرنسي والمدعي العام هو لا يدافع عن الفرقاء، ولكن فقط يقول أن ما قام به بعض الأشخاص مثلا مراد الذي كان تلاعب ليس مراد كريم مولاي الذي تلاعب صح. هذه الأشخاص الذين تلاعبوا والذين استعملوا مراد بوعكاز لمصلحة هي غير موافقة للقوانين يلاحقون من السلطات الفرنسية من الناحية الحق العام، ولكن هناك الحق الخاص. وهنا بالطبع السلطات الجزائرية تستطيع أن تدخل في هذه المرحلة لتقوم بالدفاع عن صورتها وتشويه صورتها أمام المحاكم الفرنسية ضد الأشخاص الذين افتعلوا ذلك لتشويه وصورة المؤسسات الجزائرية. شكرا أستاذ. هل لديك أسئلة للأستاذ متابع؟ هناك استشارة قانونية أمام المشاهدين. قبل قليل كنت تقول هل يعني هو أثبت لك أنك يعني لا يستطيعون متابعتك خاصة وأنت مريض، وبالإثبات يعني عن الطبيب الأخصائي وبالوثائق التي تسمعها. أنا عندي رسالة نوصلها للشباب الجزائري، انه يعني ما يغروكش بالمال، ما يغروكش بالربيع العبري هذا. يعني هم يريدون ان يخربوا وطننا الجزائر بايدي ابنائه، بايدي الشباب، يعني بالكذب والزخرفه، يعني يحركون يعني الشباب الجزائري من الخارج. قادر اخويا، حاب تعارض ادخل الجزائر وعارض وتكلم، وعندنا معارضه، يعني اللي حب يعارض يدخل الجزائر ويتكلم يعني ما يغوكمش بالمال والماده ويعني والاوراق والوثائق. هذا كله يعني انا عشت معاهم هذو المعارضه، يعني عايشين بالمال الوسخ، عايشين بمال يعني تطعن في بلدك حتى الضمير تاعك ماهوش مرتاح. يعني لما تكون بوق تتهجم على وطنك ستكون لك كل الابواب مفتوحه. ستكون الابواب مفتوحه، لكن الضمير تاعك ماهوش مرتاح. هذه اديها رسمي من عندي، حتى ولو يعني. وهل السؤال المطروح، هل هناك من له ضمير في هذا الوقت؟ هل هناك حقا من له ضمير؟ يعني لما ترى يعني واحد يطعن في وطنه، هل تقول هل هذا الشخص له ضمير؟ هل لما ترى أحد يطعن في أمه هل تعتبر هذا الشخص له ضمير؟ يعني أنت يعني بصراحة أستاذ مراد، المشاهد يراك الآن، كل الجزائريين وملايين من الناس تشاهدك وسيحكمون عليك. هل أنت نادم على ما فعلته يا مراد؟ حقيقة، لأنه حتى لو كنت مريض هناك يعني كما نقول يعني هي تعتبر كخيانة عظمى، كيعني مشكلة كبيرة. يعني أنا أقول أو أسمي الأمور بمسمياتها أستاذ مراد، لست هنا لي يعني أقول لك هل ندمت؟ ما هو إحساسك الآن لما تقدم شهادات ضد وطنك، ضد بلدك، لكي تخدم أجندات خارجية أو أجندات كما قلت ناس كانت تمولك بالمال وهم ممولين من أطراف خارجية؟ صدقني الأخ عارف، يعني أنا ابن عائلة مجاهدة. بعد يعني شهادتي اللي قمت بها عائلتي كلها تبرت مني، بروا مني، قالوا لي انت ماكش ابننا وماكش ابن الجزائر. لو سمحت تفضل. لو سمحت استاذ عارف، من الصعب ومن المستحيل
قامت هذه الأسئلة لمراد لأن ليست له مسؤولية فيما قاله، وأنا أحترم مشاعر السيد بوعقاص، وأعتقد أنه ليس علينا أن نحكم على شخص لديه مشاكل عقلية، لكن المشاهد أستاذي يجب أن يعرف ما حصل بهذه القضية لكذلك يحكم. نعم هناك هو يعني رأينا في المرة الأخيرة حتى على شبكة التواصل الاجتماعي هو من سامحه ومن قال له الوطن مفتوح إليك، حتى من اتهمهم، حتى أشخاص لا أذكر أسمائهم من اتهمهم قالوا نحن لا نتابعه ولكن ليست لديه المسؤولية ليس فقط من الناحية القانونية ولكن من الناحية الشخصية الإنسانية. فكيف تحكم على مريض إذا كان المريض، ونحن نعلم أن الجميع أنا عندما أقترب من شخص وأراه أنه يخبط ويضرب وأنه تحت أو وطأة المخدرات أو عنده مرض، فأنا أبتعد عنه. لماذا؟ لأنني أعلم أنه ليست لديه المسؤولية، ليس لديه الفكر، ولكن ما يقوم به سيقوم ربما ويأخذ سكين ويقتلني، ولكن حتى ولو قتلني هو لا يفكر أنه يريد الأذى لي. فلذلك أنا لا أعتب على هؤلاء الأشخاص ولا أعتب على السيد بوعقاص على مقامه، ولكن أعتب على الناس الذين تلاعبوا واستعملوا مرضه واستعملوا الحالة الذي هو فيها. ولا يجب علينا اليوم التركيز على السيد بوعقاص، ولكن علينا أن نفهم من ما قاله وما أثبته، وخاصة وهذا على المشاهدين أن يروها أن هذه الشهادة الطبية التي تثبت بأن السيد بوعقاص كان مريضا عندما قام بهذه الشهادة، وكان مريضا عندما قام هؤلاء الأشخاص باستعماله، هذا الذي أدى إلى هذه البلبلة. وعلينا أن نسامح ونقدر مشاعر ومرض السيد بوعقاص. يعني حبيت نفهمك غير يفهم الجمهور باختصار لأن الوقت باختصار. نعم، الصحافة سواء المغربية سواء الفرنسية يعني كانوا غير يقول لي راهم جايين يجوا ما يديروش حتى يعني قادرين يديروا انكات شكون هذا مراد بوعكاز، يروحوا يسالوا في المستشفى، يعني مستشفى الامراض العقليه اللي راني يعني عندي كل 28 يوم عندي حقنه نضربها تاع الامراض العقليه، عندي حقنه كل 28 يوم نضربها، وعندي الدواء تاعي افي نشرب الحقنه هذه عندي افي، يعني عندي اون اسبيرونس دو في، عن بالهم حتى الطب تاعي قداش راح نعيش، باسكو الابره هذه تطيح الشعر تطيح السنين تطيح كلش. الهدف تاعهم كان غير لافير تاع بحيرين. انا عدت ما نكذبش عليك، عدت ما نرقدش نخمم كيفاش انا شهدت في قضيه انا عندي فيها لا ناقه ولا جمل، طعنت في بلادي انا كنت استغلوها اعلاميا وانا الهدف تاعي كان مثل الشباب نجي لفرنسا نختم على روحي نهبط عادي نهبط لبلادي. جيت هنا لقيت روحي حاصل في قضيه يعني ما عنديش فيها يعني حتى دخل، ما عندي حتى دخل في القضية هذه، وزادوا نفخوا يعني الأبواق يعني الصحافة. واحد يقول لك أنت أوفيسي في المخابرات، واحد يقول لك ضابط المخابرات مراد بوعكاز، ويش من ضابط؟ لكي المشاهد هل أنت يعني كنت تابع للمخابرات أو عملت مع المخابرات في الجزائر؟ ما نعرف حتى مخابرات. هل كنت تابع للمؤسسة العسكرية في الجزائر؟ ما كنت تابع المؤسسة العسكرية. هل أديت الواجب الوطني؟ الواجب الوطني ديت يعني إعفاء. لماذا؟ لأني مريض. حتى يعني في الجزائر دخلت المستشفى الأمراض العقلية بسيد شحمي بوهران، كان في عمري 18 سنة، وعندي الملف تاعي في ملف سيد شحمي بوهران. يحبوا يروحوا يتصلوا بالدكتور صبحي أو ولا الدكتور حمودة أو في سيد شحمي، هو البسيكاتر تاعي، وكنت يعني كل يعني. كلمة أخيرة أستاذ مراد وجيز، نعطيك دقيقتين يعني تتجه للمشاهد الجزائري خاصة والمسؤولين الجزائريين، من يراك الآن لأنك متابع جدا، وهذه القضية حساسة جرحت كثير من الجزائريين ومست سمعة مؤسسات الدولة الجزائرية. في دقيقتين ما هو يعني ما هي نصيحتك للشباب الجزائري الذي يمر بنفس الشيء الذي تمر به، لكي لا يستغلهم بعض الناس لتصفية حساباتهم أو لاستعمالهم في أجنداتهم الخاصة لضرب وزعزعة الاستقرار في وطنك الجزائر؟ أنا أنصح الشباب يعني لا يتبع يعني هذه الخزعبلات تاع المعارضة واللي يغوك بالمال ويغوك بالوثائق، يعني
دير اللجوء السياسي مدولك الوثائق. الجزائر ماهيش سوريا ولا ليبيا. الجزائر بلد يعني راهو يعني بلد بالسمعه تاعو، بالجيش تاعو، بالشرطه تاعو، يعني بلد امن، يعني ما فيه يعني تجي تطلب لجوء دير في بالك انك 100% راح تدي الرفض باللجوء تاعك، وما يكذبوش عليك. هذه المعارضه يعني بعض من المعارضين يريدون زعزعه الاستقرار والامن في الجزائر. يعني نطلب من الشباب الجزائري ان لا يغتروا، وان يعني يستحفظوا على بلادهم وهي الام الجزائر امنا جميعا. ونطلب من السلطات العليا في الجزائر انها يعني تسامحني، ونطلب كذلك من فخامه رئيس الجمهوريه انه يعني يعفو عليا يعني، ونطلب من السلطات انها تسامحني. والشباب الجزائري يعني ننصحكم انكم يعني تكونوا قدوه يعني في اتباع يعني تكونوا قدوه حسنه للوطن العزيز الجزائر. والسلام عليكم. شكرا لك أستاذ مراد، شكرا لك أستاذ الكريم. شكرا لك أستاذ. إلى كل المشاهدين الكرام أحييكم وأشد على أيديكم. عارف مشاكرة من باريس، قناة فرنسا الجيري. سلام.